السلام عليكم. بيبدأ الفيلم بكلفن اللي عنده 13 سنة وعايش في دار إيتام، وهوايته لعب كرة السلة مع زمايله في حوش الدار. بس المتنمر أوكس بيتريق عليه طول الوقت وبيضايقه وبيتحداه في ماتشه، وبيقول للكلفين إنه لو خسر هياخد منه التيشيرت اللي لابسه. وكيلفن بيوافق، بس صاحبه بيحاول يمنعه وبيقول له بلاش يلعب الماتش ده. لكن كيلفن بيرفض يرجع في كلامه علشان شكله قدام زمايله، وبيبتدي التحدي وبيلعبه. وبسبب إن أوكس أطول من كلفن بيقدر إنه يكسبه بمنتهى السهولة، وبياخد التيشيرت بتاعه وبيقطعه علشان يضايقه. وبيجي لهم مدير الدار مستر ستان وكلم وان، وبيقول لهم يجهزوا علشان يبيعوا الحلويات زي كل يوم. وبيروح كيلفن وموربا عند استاد كرة السلة، وبيحاولوا يبيعوا الحلويات اللي معاهم، لكن محدش بيشتري منهم حاجة. وبتتعرض مباراة كرة السلة، وبيقعد كيلفن وموفي يتفرجوا على شاشة العرض في الشارع. كلم بعد المباراة، كلفين بيشوف مدرب فريقه المفضل، وبيقولوا إنهم خسروا المباراة علشان اللاعب تريسي ما لعبش. وبيكون تريسي هو اللاعب المفضل لكيلفن، وبيعرض على المدرب إنه يشتري منه حلويات، وبيقول له إنت منها بيروح لمساعدة الإيتام. فبيصعب على وبيديله 20 دولار وبيفرح كيلفين، لكن بيرجع في كلامه وبيقول له إنه مش متأكد إذا كان مدير الدار هياخد الفلوس لنفسه ولا فعلا هيساعد بها الأيتام. فبيعجب المدرب بأمانته، وبيقول له إنه هيديله تذاكر هدية علشان يحضر مباراتهم اللي جاية. هو بيفرح كاتب كلم 1 001 وبيشكره. وتاني يوم بتيجي عائلات للظهر علشان يتبنوا أطفال، وبيلبس وبيجهز علشان نفسه عيلة تختاره وتتبناه، بس بيقول له إنهم كبار، والعائلات اللي بتيجي بتحب تتبنى الأطفال الصغيرين. فبيحزن كيلفن بعد ما بيشوف إن كلام أوكس صح. كلم 1 001. وبعدها بتوصل رهبة معاها ملابس مستعملة لأطفال الدار، وكيلفن بيعجبه كوتشيو، وبياخدوا الرهبة بتقول له إنها سمعت إن الكوتشي ده بتاع لاعب كرة سلة مشهور، بس مش فاكرة اسمه إيه. وساعتها كيلفين بيكتشف إنه مكتوب MG على الكوتش،